تحية وسلام إليكم وعظيم الأجر لكم. اليوم طبعا احنا في هذا المكان يعني في ديوان محافظة كربلاء المقدسة. قبل قليل انتهى عقد اجتماع مهم شامل. حضر السيد قائد عمليات كربلاء المقدسة والسيد قائد شرطة كربلاء المقدسة وكذلك قيادات الهيئة الأمنية مع الكوادر الإدارية والفنية في المحافظة ومع ممثلي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، وكذلك غطي من قبل مشكورين من قبل وسائل الإعلام في محافظة كربلاء المقدسة. هذا الاجتماع السنوي لزيارة الأربعينية باستحقاقاتها الأمنية والخدمية وكذلك آليات الدعم لها. ابتداء أهالي كربلاء المقدسة أهل الخير والبركة المعروف عنهم بكرمهم وتضحياتهم الكبيرة، لكم كل التحية والإكبار وتقدمون كل خدمات إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام، الهيئات والمواكب الحسينية وكل أهالي كربلاء، وكذلك المواكب الحسينية من خارج محافظة كربلاء الذين يأتون كذلك لدعم الزوار وتوفير الخدمات لهم. احنا موضوع الخطة الأمنية طبعا قبل أيام قليلة تم عقد اجتماع مهم برئاسة السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ محمد الشياع السوداني وحضور السادة وزراء الداخلية والكهرباء والمنافذ الحدودية ومحافظين المعنيين وكذلك العتبات المقدسة. هذا الحضور هذا الاجتماع هو طبعا في مكتب رئيس كذلك السيد مدير مكتب رئيس الوزراء المكلف بموضوع اللجنة العليا للزيارات المليونية، وهي خطوة متقدمة إلى الأمام، خطوة كبيرة باتجاه توفير آليات إدارة حقيقية للزيارات المليونية الآن وفي المستقبل، ومن ضمنها مشاريع استراتيجية كذلك، وتوفير آليات ورص كل الصفوف في سبيل إظهار هذه الزيارات بمظهرها اللائق وكذلك إنجاحها من كل النواحي الأمني والخدمي. احنا الآن في كربلاء المقدسة وكما هو المعتاد هذا الاجتماع ضم كل الدوائر الخدمية والدوائر الأمنية، تم مناقشة كل الخطط اللي قدمت لنا قبل أيام، وكذلك تم السماع إلى كل احتياجات هذه الدوائر، والحمد لله الآن طبعا بعد انتهاء الاجتماع كل عرف واجباته، وبدأنا بهذه الفترة يعتقد من الآخرين الذين قد ينظرون إلى المشهد من بعيد أن هذا الاجتماع مبكر. كلا، هو طبعا في وقته المحدد. احنا مباشرة بعد انتهاء زيارة العاشر بدأنا نحن والسيد وزير الداخلية وطبعا السيد قائد العمليات قائد الشرطة باجتماع مباشرة بعد العاشر ناقشنا به استحضارات زيارة الأربعين. زيارة الأربعين زيارة كبيرة، زيارة مهمة، زيارة ضخمة، هي زيارة عالمية. يأتون الزوار إلى كربلاء من كل أرجاء العالم. العام الماضي حضر 22 مليون زائر، نتوقع في هذا العام أكثر. حرارة الجو هو التحدي طبعا، وهناك وسائل مهمة اتخذتها الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، اتخذتها كذلك قبل السيد رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، الوزارات الساندة كذلك سواء كانت أمنية أو خدمية. الشيء الذي نعول عليه كثيرا في إنجاح هذه الزيارة هو توفيق الله وبركات آل بيت النبوة والدعم الكبير من أهالي كربلاء والهيئات والمواكب الحسينية، وكذلك الدعم الكبير من السيد رئيس الوزراء ومن الجهات المعنية، وكذلك السهر على أمن الزوار من القوات الأمنية البطلة، القوات وزارة الدفاع، الحشد الشعبي، الداخلية، الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وكذلك المتطوعين الذين يعملون معنا في الفرق التطوعية الخدمية والكشافة. كل هؤلاء وكل مع الدوائر الخدمية كلنا يد واحدة. العتبات المقدسة طبعا نحن وإياهم طبعا بعمل مشترك في سبيل توفير خدمات مهمة وتوفير الموضوع الأمني، خاصة في منطقة المرقد الإمام الحسين العباس سلام الله عليه، وكذلك الجهد الكبير الاستثنائي اللي تقوم به كل هذه القطاعات في محاور المدينة. إن شاء الله نقول للزوار الأكارم من هذا المكان كربلاء المقدسة بكل مؤسساتها، بعتباتها، بمحافظتها، بأهلها الكرام، بقواتها الأمنية، بدوائرها الخدمية، بكل مفاصلها التطوعية، مستعدين لاستقبال الزوار ونقول لهم أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. من الزيادة أعداد الزائرين الكرام
يتطلب تحديث الخطط وتوفير آليات جديدة. من هذه الآليات وجه دولة رئيس الوزراء المحترم بإنشاء شارع جديد مختصر عبر كربلاء المقدسة إلى جرف النصر إلى بغداد، والحمد لله احنا المقطع المحدد إلى كربلاء المقدسة سيستكمل بعد أيام قليلة. وطبعا حتى المحاور الأخرى في محور بغداد كذلك هناك عمل مهم وقد يستكمل بنفس الفترة بإذن الله تعالى. حتى المحور الثالث اللي هو محافظة بابل، هذا الطريق سيكون له دور مهم النقل عبر العجلات من بغداد إلى كربلاء المقدسة. احنا في داخل محافظة كربلاء المقدسة الحمد لله وضعنا خطة، والخطة أكملناها بشكل كامل الآن، اللي هي توسعة كل مداخل المدينة. هذه الخطة سوف يكون هناك أثر إيجابي كبير جدا على استيعاب كل حركة النقل للزائرين على محاور النجف وبغداد وبابل. هناك طبعا طرق جديدة أخرى فتحت في المدينة، هناك ممرات جديدة فتحت في المدينة وفي محاورها الأخرى. هناك في منطقة على الفرات في قضاء الهندية هناك جسر بطول 270 متر أنشئته محافظة كربلاء المقدسة، سيسهل كذلك المسير من عبر المحافظات الوسطى والجنوبية إلى كربلاء المقدسة عبر العجلات والمارة كذلك. وطبعا هناك مزيد من التسهيلات الأخرى. كل هذه الشوارع والساحات كلها طبعا هذه هي تأكيدا لما سجلناه من خلال الزيارات السابقة من حاجة إلى تحديث هذه الخطط وزيادة الآليات بسبب زيادة أعداد الزائرين. واحدة من التحديات الرئيسية هي توفير المياه والطاقات المائية. بزيارة العاشر تدخل مباشر من دولة رئيس الوزراء المحترم تم توفير إطلاقات مائية مناسبة في من الفرات إلى محافظة كربلاء المقدسة عبر منفذي الحسينية وبني حسن. في الاجتماع الأخير في اللجنة العليا كذلك عرضنا هذا الموضوع. الآن الأمور تسير بشكل جيد، وزارة الموارد المائية مشكورة الآن باتجاه توفير هذه الإطلاقات. الآن عندنا 25 متر مكعب عبر منفذ الحسينية، نتوقع وإن شاء الله أن يصعد هذا إلى 28 أو 29 أو 30 متر مكعب حتى يكفي المجمعات. احنا بني حسن 12 الآن، نتوقع أن يصل إلى 18 أثناء الزيارة أو أكثر. طبعا هذا بهذه المناسيب راح يكون يكفي. بالإضافة إلى أنه احنا أدخلنا 2500 متر مكعب في منطقة باب بغداد اللي هي مركز المدينة، إضافة إلى 1000 متر مكعب أدخلناها طبعا في زيارة العاشر. وبذلك المجمعات المياه اللي أنشئتها المحافظة الآن هي تفي بالغرض في حال استمرار توفر إطلاقات المائية، ونتوقع تستمر بإذن الله تعالى. طبعا هناك توجيهات من دولة الرئيس بتسهيلات لكافة الزوار الأكارم في زيارة الأربعينية من أي بلد من كل بلدان العالم، وهناك تسهيلات أخرى كذلك إلى البلدان التي طلبت مزيد من التسهيلات في موضوع الفيزا. وطبعا حظيت بموافقة دولة رئيس الوزراء، وبذلك هناك تسهيلات كذلك وتيسير وخدمة كبيرة. احنا في محافظة كربلاء المقدسة دائما نوجه ونعمل مع دوائرنا ونعمل مع المواكب الحسينية وأهالي كربلاء من أجل توفير خدمات استثنائية مهمة، لأن الزوار الأكارم يأتون من بلدان بعيدة، وأكيد هناك يبذلون جهد كبير وتعب كبير من أجل الوصول إلى مرقد الإمام الحسين فضل العباس سلام الله عليه. هم ضيوف الإمام الحسين عليه السلام، وبذلك لن يكون هناك أي جهد في سبيل خدمتهم والسهر على راحتهم وحمايتهم بإذن الله تعالى. شكرا لكم جزيلا.